يعني اختلطت الأوراق. شفنا بطاقة حمراء لمن لا ندري بالضبط. أخرى بطاقة حمراء لإيفوسا والسنوسي مبارك، وهناك بطاقة حمراء لكن لمن؟ ربما هاني المشيطي ايضا بالبطاقه الحمراء. اذا 3 بطاقات حمراء. كنا ننتظر اهداف غزيره، واذا بنا نفاجئ بمشاهده البطاقات بغزاره في هذه الامسيه. إيفوسا والسنوسي مبارك وهاني المشيطي، 3 بطاقات حمراء. توقف طويل وبطاقات حمراء، 3 بطاقات حمراء. إذن هدف واحد لفريق التحدي عن طريق أحمد المصلي، و3 بطاقات حمراء، 2 ليفوس، واحدة ليفوسا والسنوسي مبارك والأخرى لهاني المشيطي من جانب فريق التحدي. هذه هي حصيلة وملخص الشوط الأول. إذن وقت الشوط الأول اكتمل، الوقت الأصلي، لكن بالتأكيد هناك الكثير من الوقت البدل الضايع. إذن استبدال فريق التحدي يقوم به المدرب أحمد السنفاز. خالد فريد خروبي لاعب الجزائري يعوض خروج أكرم عياد. أول استبدال يقوم به المدرب أحمد السنفاز. إيفوسا أو آسف لولمبيلي، شرف الدين تعود الكرة من جديد لصالح فريق النصر عن طريق يونس الجراري. حكيم محمد المهدي، هجوم سريع لصالح فريق التحدي، هجوم سريع. المصلي يحاول يمر باتجاه سالامونس يلحق بالكرة قبل خروجها، هو صلاح الفتوري. زياني وصلاح الفتوري في انتظار الوقت بدل الضايع اللي حيتم الاعلان عليه. محمد المهدي وصافرة وخطأ لصالح فريق التحدي. خالد فريد وبكر بوعقيلة. خالد فريد اتجاه فيصل السور، ترجع عن طريق شرف الدين عطية، تعود الكرة للخلف لصالح فريق التحدي. محسن بالا وخالد فريد، باسل جميل، خالد فريد، كرات لصالح فريق التحدي في هذه الدقائق، ونبقى في انتظار الوقت بدل الضايع. كرة باتجاه ابو بكر بوعقيلة، عماد الدهماني،
خالد فريد، سالمونس يلعب كورته باتجاه المصلي، لكن المتابعه لاحمد العبيدي وسعد الزياني يلعب كورته باتجاه انيس غب، انيس يلحق بالكره قبل خروجها، تصل لباسل جميل، محسوباله، خالد فريد، سالمونس يتقدم، سالمونس يمر، لكن في اللحظه الاخيره يونس الجراري انطلق سالمونس بشكل سريع، وهنا استبدال امامنا، اذا اعتقد ابراهيم الخليل المغادره حتكون سنتاكد ربما هناك خطأ، اعتقد هناك خطأ، يعني حسب اللوحة اللي امامي الدخول اللي كان لابراهيم خليل رقم 21، المغادرة لهاني المشيطي غادر بالبطاقة الحمراء كما شاهدنا، يعني اختلطت الاوراق اليوم حتى على حكم المباراة، يعني الاشارة اللي كانت من حكم اللقاء بطاقة حمراء لعبد المحسن لهاني المشيطي، سنتأكد بالضبط. وربما هناك خطأ، اما يكون من مدرب احمد سنفاز او من حكم اللقاء السيد لطفي بلو، سنتأكد، لان كانت هناك بطاقة حمراء لفريق التحدي. سنتأكد، على أي حال ربما ايضا مدرب فريق النصر غادر هو الاخر ربما، اذا يكتمل الحوار في الشوط الاول بتقدم فريق التحدي على صعيد النتيجه بهدف